هلا يا تيناتي، شلونكم؟ اتمنى تكونون بخير. انا كل زينه، وفيديونا مال اليوم راح يكون على هذا اللوك اللي هسه انا مخليته. يذكرني بصراحه لما تغيب الشمس وشلون السما تصير هيجي الوان برتقالي على اصفر على شوي وردي وبنفسجي. وانا بصراحه كلش عجبني هذا اللوك. صار لي هواي ما مسويه لوك بالوان. وطبعا مثل كل مره انا لما ابدي اقعد اسوي مكياج ما اعرف شنو راح اسوي، بس البارحه شفت هاي الصوره، ما ادري اذا قاعد يبين عندكم. هاي الصوره شفتها بالانستغرام هيجي اصفر وايلاينر وكلش عجبتني. فهاي كانت الانسبيريشن هاي اللوك اللي انا سويته اليوم. فاتمنى يكون عجبكم. انا كلش عجبني واحسه كلش صيفي وربيعي، والشفايف لونها فاتح. اذا تريدون تقدرون اكيد تزيدون لمعة على الشفايف. بس هو هذا اللوك، ما اعرف بعدني شنو راح اسميه، بس اكيد القى له اسم. اذا حبيتوا تعرفون شنو من منتجات استخدمت وشنو من خطوات واي الوان استخدمت، تابعوني، خليكم وياي واشوفكم بالفيديو الجاي. بما انه اليوم راح نسوي شي شوية غير، راح احتاج اساس كلش قوي. هسه انا مخليه المثبت مال ظلال ومخليه فوقه الشادو اللونه هيجي كريمي تقريبا بلون بشرتي. واللي راح اسوي هسه انه راح اخذ كريم ابيض على مود اللون اللي اخليه فوقه يبين كلش هواي. الكريم الابيض اللي راح استخدمه اليوم من نيكس. تخلونه تحت اللون اللي تريدونه صدق يطلع قوي. اخذ شويه بايدي واخليه على عيني كلها او على المكان اللي اريد اخليه بيه اللون اللي اريده يبرز. بعدين اللي راح اسويه انه راح اثبته بظلال ابيض. هذا اللون اليوم هاي الباليت قاعد استعملها من سماش بوكس، واليوم راح ابدي بهذا اللون الاصفر من ماك. يخبل اصفر كلش قوي. وراح اخذه بفرشة همينة من ماك هيجي فلافي كبيرة، وراح اخليه شوية فوق كسرة العين. راح ناخذ هذا اللون اللي هو برتقالي وراح نخليه بالضبط تحت اللون الاصفر وندمجهم سويا. نريد ندمج الالوان لحد ما يصيرن تقريبا لون واحد، بس شويه بتدريجه. راح نرجع على الباليت الاولى اللي هي من سماش بوكس. راح ناخذ هذا اللون الوردي راح نخليه على الجفن كله. هسه انا حسيت اريد اضيف شويه برتقالي بعد، فبس ارجع على اللون اللي استخدمته واضيف شويه على الفرشه على كيفي شوي واخليه بالمنطقه اللي اريدها، وادمج الالوان ثلاثتها سويه. اللي اريد اسويه انه اخلي بس لون شويه اغمق بنهايه العين على مود بس شوي اعمق العين، ومثل اخليها شوي تبرز تصير مثل الكات اي شوي. هاي الخطوه راح استخدم هذا اللون اللي هو ماروني غامق، وراح اخذه بفرشه صغيرونه مال دمج مثل هيجي شي، واخليه بالضبط بطرف العين. اول شي نبلل الفرشة، بعدين ناخذ شوية جليتر، بعدين نخليه على اللون البنفسجي، وبعدين بس ارجع بالفرشة وشوية ادمج الالوان سوية. عمود افتح عيني بعد بالاكثر راح استخدم هذا اللون اللي اسمه نايلون من ماك، واخذه بفرشة صغيرة ابللها بالفيكس بلس وبعدين اخليه على عيني. كايلاينر اليوم راح اخذ فلويد لاينر من ماك لونه جوزي كلش طخ. هذا اسمه لو لايت، يجي جل، وراح اسويه خفيف كلش على العين. نفس اللون راح اخليه ببطن عيني من فوق. راح اضيف رموش اصطناعية، واليوم راح استخدم رموش بديعة
من جلوسي ميك اب، بس راح اخلي قط خفيف من الماسكارا وبعدين ارجع على مود نخلي الرموش سوية. بما انه الرموش كلش خفيفة والسير مالتهن ابيض، فاللي راح اسويه راح استعمل صمغ من دو ابيض بس بعدين ينشف ويروح لونه. خليت الرموش يخبلن كلش حلوات، اختاريتهن مو كلش تخان على مود نقدر لما نفتح عيوننا المكياج يبين. هسه بس راح اكمل اخلي كريم الاساس ومكياج وجهي وارجع لكم على مود نكمل العيون والشفايف سوية. اللي راح نسويه هسه انه راح نكمل العيون. اول شي راح نسويه انه ناخذ لون كحل فاتح، خل القاه، راح نخلي ببطن العين من جوا هذا الكحل من مارك جايكوبز اللي لونه برتقالي فاتح وبيه شوية ذهبي، فراح اخليه على كل العين من جوا. اللي راح اسويه راح اخذ نفس القلم واخليه بالضبط تحت الرموش، خط كلش خفيف. وراح ناخذ هيجي فرشة صغيرة وناخذ اللون الاصفر اللي استخدمناه اللي هو كان هذا من ماك، ومثل ندمج الاثنين سوية. بنص العين راح اخلي اللون الوردي اذا تذكرونه هذا بنفس الفرشة، وراح اخليه بالضبط بنص العين. راح ناخذ اللون الماروني اللي كان هذا ونخليه بالضبط بطرف العين. هسه راح ارجع على الهايلايت اللي خليته بداية العين، راح ارجع عليه شوية وهمين راح اخليه تحت عظمة الحاجب. الماسكارا راح استخدمها نفس الماسكارا اللي استخدمتها من ساعة، هي الفيلفت نوار من مارك جايكوبز. من بديت استخدمها لي هسه كل يومية استخدمها، ما استخدمت غير شي، بس الشي المو حلو بيها انه غالية. نو اخ تبا لك يا ماسكارا، حسدتها. هسه وصل الوقت للهايلايت. اليوم ادري صارت كلش هواي اشياء من ماك، بس راح استخدم الهايلايت مالتهم اللي اسمه مينرالايزد سكين فينيش ولونه سوفت اند جنتل بديع، اذا اقدر افتحه هيجي شكله، ويجي برونزي على ذهبي على هيجي روز جولد. فاللي راح اسويه راح اخذ فرشة مال هايلايت، اخذ شوية منه، ولما انا اقول شوية يعني كلش هواي، واخليه على خدي كله. وبعدين على مود اخلي الهايلايت شوية اقوى راح ارجع على الهايلايت مال عيوني اللي هو هذا النايلون، وراح اخذه بنفس الفرشة شوية من عنده، طبطب، خلي عليه شوي فيكس بلس، وبأعلى منطقة بالخد راح نخلي. هلا يا حبايب قلبي هسه راح نحدد شفايفنا. راح استعمل نفس القلم الكحل اللي استعملته بعيوني وراح احدد بيه شفايفي. اخذ هاي الحمرة من سليك وراح اخليها على شفايفي كلها. وفوق هاي الحمرة عمود افتحها شعرة راح اخلي هاي الحمرة من سماش بوكس اسمها روزي بينك. وهنا يا تيناتي خلص الفيديو مالتنا مال اليوم لهذا اللوك. اتمنى تكونوا استفادتوا وتعلمتوا وياي شي وكون يعجبكم اللوك. واذا حبيتوا هذا الفيديو وحبيتوا اللوك لا تنسون تسووا له لايك وتشتركون بقناتي. احبكم كلش هواي. اشوفكم بالفيديو الجاي.